فيلمنا بيبدأ في مدرسة في اليابان، والمعلم واقف بيشرح الدرس وبيظهر الطالب تشين. هو قاعد مركز جدا مع المدرس وبيكتب الدرس بتاعه، لكن فجأة بيدخل عليه مجموعة مقاتلين يابانيين من مجموعة اسمها كونو كيري، وكانوا عايزين يمشوا تشين عشان هو طالب صيني. وقال للمعلم إن الصينيين مش مرحب بيهم في اليابان، وكمان اعتدى على المعلم وكسر النضارة بتاعته. بس في بنت في الفصل اسمها موتوسوكو بتقوم تزعق ليهم عشان ما ينفعش يعملوا كده مع المعلم بتاعهم، وهددتهم انها تقول لعمها عشان يتصرف معاهم. لكن الواد الرخم ده ما همهوش وكان هيضربها. راح قايم تشين ومتدخل عشان يدافع عنها، بس الواد قال له انا هعدل 3 ما اشوفكش قدامي. ولسه بيقول 1 راح تشين مناوله في وشه وبدأ ينفض في الرجالة اللي معاه كلهم 1 1 وبيكسر فيهم، وباين عليه انه محترف جدا في الكونغ فو لدرجة انه كان بيكسر عظمهم من كتر ضرب. وفي الاخر خلص عليهم كلهم ومحدش عرف حتى يخربشه. وهنا بيوصل المعلم بتاعهم وهو بيبقى عم موتوسوكو، واعتذر لمعلم الفصل على الموقف اللي عملوه الطلبة، وقال لرجالته مين اللي عمل فيهم كده. شين قال له انا اللي كسرتهم. المعلم اعجب بقوته وسأله عن اسم المعلم بتاعه ومين اللي علمه كده، فقال له ان اسمي تشين والمعلم بتاعي اسمه هو. هنا المعلم عرفه وقال له كمان ان المعلم بتاعه اتقتل من يومين في مباراة مع واحد من جماعة نجوتشي اليابانية. وهنا اتصدم تشين، واول لما عرف الخبر قرر يرجع مرة تانية للمدينة علشان يزور قبر معلمه. ويوصل المدينة وبيتفاجئ انها اتغيرت جدا بعد لما الجيش الياباني احتل المدينة كلها. وراح عشان يركب عربية وقال له وديني لمدرسة جينجوا للفنون القتالية. وأول لما تشين بيوصل المدرسة بيتفاجئ بصاحبه تينج وهو بيستعد للقتال مع معلم ياباني. وبنعرف ان تينج اصبح معلم المدرسة بعد وفاة المعلم بتاعه، ويبدأ تينج يهجم على المعلم ده وبيروق عليه وبيكيفه على الاخر. ولما بيكسب المباراة بيحييه وبيمشي من المدرسة، وبعدها بيرحب برجوع تشين لانه كان مسافر بقاله زمن للدراسه. وهنا بيوصل المعلم نو ويسال تشين انت عرفت منين بخبر موت المعلم بتاعنا. عرفوا تشين انه قرأ في صحيفه يابانيه وقال لهم انه جاي عشان ياخد حق المعلم بتاعه. قال له صاحبه الموضوع ده ضد القانون بعد احتلال اليابانيين. قال له ان مش فارق معايا الكلام ده خالص وهجيب حق المعلم بتاعي يعني هجيبه. وراح مكان مجمع اليابانيين وهناك بيسأل عن المعلم بتاعهم، بس التلاميذ زعقوا ليه وطردوه من المكان. وهنا بدأ تشين يروق على الرجاله ويظبطهم على الاخر، ورغم ان عددهم اكبر منه بكتير الا انه قدر لوحده يكسرهم كلهم. وهنا بيوصل المعلم بتاعهم وبيتفق مع تشين ان التحدي يبقى بكل نزاهه وشرف، لو حد منهم مات مش هيبقى فيه اي انتقام. وبيخلع تشين جزمته وبيبداوا الاثنين يواجهوا بعض. وبدأ تشين بضرب كل نقاط الضعف في جسم المعلم وقدر يهزمه بسهوله جدا. وهنا عرفه ان المعلم بتاعه لو كان بصحته كان خلص عليه وقدر يهزمك بسهوله ويسيبه تشين ويمشي. وبيكون التلاميذ بتاعته مستنيينه بره، ولما بيعرفوا ان تشين فاز بيفرحوا جدا وبيطلب من الطلبه انهم يبلغوا تينج انه يقابله عند قبر المعلم بتاعه ويجي الجنرال الياباني ويأمر الكل انه يمشي من هنا. وبالليل تشين بياخد الدكتور عشان يفتحوا قبر المعلم عشان يفحصوه لانه شاكك ان اليابانيين هم اللي سمموا المعلم بتاعه. بيكتشف الدكتور فعلا ان المعلم بتاع تشين مات مسموم، واحد من اقوى السموم في العالم. وهنا الكل بيعرف الحقيقه وبيطلبوا من رئيس الشرطه يعرف مين اللي عمل كده. الطلبه في المدرسه بيتكلموا ويقولوا كويس ان تشين موجود في المدرسه لان هو سبب في معرفه الحقيقه. هنا تينج بيتضايق عشان المفروض هو دلوقتي معلم المدرسه الحالي بعد وفاه المعلم الكبير. وبعد شويه بيبدا تشين يتمرن وكان اسلوبه مميز جدا والتلاميذ كلها بتعجب باسلوبه وبيبداوا في التدريب معاه، وكان بيعلمهم كل حاجه عشان مستواهم يبقى احسن. لكن تينج كان متضايق جدا عشان الطلبه بدأوا يسيبوه ويروحوا مع تشين. بنروح بعد كده للجنرال فوجي وكان قاعد مع السفير الياباني وبيدخل عليهم المعلم وكان باين عليه التعب من العلقه اللي اخدها من تشين. وبيعرف من الجنرال ان هو اللي سمم المعلم هو، وده علشان خاطر يخلصوا عليه ويخلصوا منه عشان هو كان القائد بتاع حركه المقاومه. وهنا بيتعصب المعلم جدا لانه كان فاكر انه هزمه بشرف ونزاهه واخلاقه ما تسمحش انه يقبل بحاجه زي دي. بس الجنرال قام وهجم عليه وخلص عليه في ثواني معدوده من غير رحمه. وبعد كده تشين يروح لعمه ويقول له ان الدكتور اكتشف ان السم كان اتمكن من رئه المعلم وهو ده اللي ادى لموته. عمه راح قايل له هو انت ايه اللي جابك؟ انت جيت هنا ليه؟ انت من ساعه ما جيت والطلبه مبهوره بيك. وما تنساش ان تينج هو معلم المدرسه الحالي وانت ما راعيتش شعوره نهائي. وطلب منه انه يصلح كل اللي حصل. وتاني يوم طلبه المدرسه اليابانيه يفتحوا الباب لقوا المعلم بتاعهم مقتول ومرمي قدام الباب، والجنرال قال لهم ان تشين هو اللي قتله. وهنا قرر الطلاب انهم يروحوا مدرسه تشين ويكسروا الدنيا عشان ينتقموا لموت المعلم بتاعهم. بس اول لما وصلوا تشين ما كانش موجود،
وتنج سألهم عن سبب وجودهم هنا. عرفوا انه لازم يسلمهم تشين عشان هو قتل المعلم بتاعهم ولازم يتحاسب. بس تنج قال لهم ده ما حصلش وانه عمره ما هيسلم تشين. وهنا قرر الطلاب اليابانيين انهم يهجموا عليهم ويموتوهم، وقامت معركة كبيرة بينهم والشرطة كمان بتوصل وبتوقف القتال. وهنا بيوصل تشين المدرسة ورئيس الشرطة بيقبض عليه بتهمة قتل المعلم الياباني. وتاني يوم بيبقى تشين في المحكمة والجنرال فوجي بيبقى محضر شهود زور عشان يلبسوه التهمة. المحامي بتاع تشين اتفق مع موتوسوكو تقول ان تشين كان معاها، وعشان عيلة موتوسوكو عيلة كبيرة في اليابان القاضي اخد بشهادتها. واول لما رجعوا المدرسة عمه والمعلم تينج رفضوا وجودها في المدرسة عشان هي من اليابان وفي مشاكل ما بين اليابان والصين. وبعدين تينج قال لتشين هو انت عايز تمشي كلامك علينا وتبقى معلم المدرسة لازم تقاتلني، واللي يفوز يبقى هو معلم المدرسة. ويبدأ القتال وتينج يفضل يهاجم لكن تشين بيفضل يدافع عشان مش عايز يضرب صاحب عمره. وكان تشين هيضربه اكتر من مرة وما كانش راضي عشان صاحبه يعرف انه مش عايز يأذيه، لكن تينج ما بطلش هجوم. وهنا بقى راح تشين موريه مقامه وروق عليه وظبطه على الاخر لحد ما انتصر عليه. وتينج قال له خلاص كده المدرسة بقى بتاعتك. بس تشين قال له انا مش عايز كده، انا كل اللي عايزه هو موتوسوكو. وبياخد موتوسوكو وبيمشي من المكان. بس ما كانش فيه ولا فندق راضي يقعد موتوسوكو عشان هي يابانية. قرر تشين يروحوا يقعدوا في مكان بعيد لوحدهم عشان يبعدوا عن كل المشاكل. وفي المدرسة الطاهي قاعد مخنوق وبياخد واحد من التلاميذ ويقول له فين بقيت فلوسي. وهنا بنعرف ان الطباخ بتاع المدرسة هو اللي حط السم للمعلم في الدواء بتاعه، بس هو ما كانش يعرف انه سم. المساعد بتاعه كان قايل له ان هو منوم. المساعد بتاعه هداه وقال له انا هجيب لك بقيه الفلوس في اسرع وقت. بس الندل بيغفله وفيهم خانقه بالحبل من وراه. وشويه والطلبه معديين بيلاقوه متعلق من رقبته وكانه انتحر. ولما الشرطه بتيجي بيتفاجئوا من وجود نفس نوع السم اللي مات بيه المعلم موجود في المطبخ. وهنا عرفوا ان هو اللي عمل كده. بس رئيس الشرطه اصر يكمل تحقيق عشان اكيد في ناس تانية معاه في الجريمه. وبعد كده تينج بيجي والعم نو بيعرفوا ان اليابانيين اتحدوه ولازم يكسب التحدي ده باي شكل. وعرفوا انه هيلاعب اقوى مقاتل ياباني عندهم في اليابان كلها ويقول له روح ابدا في التدريب عشان المباراه تاني يوم. وبنعرف بعد كده ان اقوى مقاتل ياباني هو فانوكشي عم موتوسوكو. بس الاول بيروح المعلم فانوكشي لموتوسوكو وكانت مفكره ان ابوها هو اللي بعته، بس عرفها انه جاي عشان تشين وسالها انتوا اتجوزتوا ولا لسه؟ قالت له لسه. قال لها كويس. ولما بيشوف تشين بيساله عن الاساليب اللي يعرفها واللي المعلم بتاعه قبل ما يموت عرفها له. بس تشين قال له من غير كلام كتير تعال نقاتل وهوريك انا بهاجم ازاي. بيهاجم فانوكشي تشين وبيقوم قتال بينهم عنيف جدا وقوي جدا. ورغم ان عم فانوكشي ده سنه اكبر بكتير الا انه كان شغال كويس مع تشين. واستمرت المعركة بينهم لمدة طويلة لحد لما بيقوم هوا جامد في المكان وفانوكشي بيبقى مش شايف كويس. بدأ تشين يروق عليه، بس تشين عشان مقاتل محترم قرر انه يجمع عينيهم عشان يبقى زي بعض وفي عدل ما بينهم متساوي. وكملوا القتال بتاعهم والاتنين كان مستواهم قريب جدا من بعض لحد لما فانوكشي بيوقف القتال وبينتهي القتال بالتعادل ما بينهم. وساعتها قال تشين رغم سنك الصغير الا انك محترف جدا وقوي وهتبقى حاجه كبيره جدا في المستقبل. وبيعرفوا ان الجنرال فوجي هو اللي قتل المعلم بتاعه وبيحذروا منه عشان هو مقاتل مش سهل ابدا. وبعد كده بيودعهم وسابهم ومشي. ولما بيجي الليل تينج بيروح لتشين وبيطلب منه انه يرجع تاني المدرسة، بس هو عرفه انه لو رجع هيحصل مشاكل كتير عشان خاطر موتوسوكو. وتينج قبل ما يمشي عرفه انه بكرة عنده مباراة جامدة مع اليابانيين. ولما تشين بيدخل البيت بيلاقي موتوسوكو مشيت وسابت له رسالة وبتقول له انها راجعة اليابان عشان وجودها معاه عامل له مشاكل كتير. وتاني يوم بنشوف الجنرال فوجي وهو بيتمرن، وطبعا بنتفاجئ انه حلوف كبير بيتدرب تدريبات بهايم. وبنشوف تينج وهو رايح التحدي مع اليابانيين. وهنا بيوصل تشين وبيقول له انا جاي معاك. وبيقرر الجنرال فوجي ان هو اللي يدخل القتال. وقال لتينج انه لو كسبه محضر له يافطه بتقول ان مدرستهم مقفوله في حاله خسارته، ولو كسبتني هتحافظ على المدرسه ولو ما قدرتش هتتقفل. وهنا تينج بدأ يهاجم بكل قوته، بس فوجي مش سهل وعامل زي الحمار مش مأثر فيه اي ضرب خالص. وفوجي مش بيتحرك حتى من مكانه كأنه كان بيضرب في حيطه. وراح رازع تينج ضربه واحده بس راح مطيره على الارض وهو مش قادر يتحرك. ساعتها قرر تشين انه يتدخل وهجم على فوجي بكل قوته، بس برضه الجنرال قوي جدا. بس تشين بدأ يستخدم اساليب جديده محدش يعرفها غيره، وهو انه يدمر كل المناطق الحساسه الضعيفه في جسمه لحد لما قدر يخلص عليه وينتصر. وراح تشين لصاحبه عشان ياخده ويمشي، بس الجنرال الخاين هجم عليه من ظهره بالسيف وتينج انقذ صاحبه
بس تشين راح قالع الحزام بتاعه ومعلمه الادب، وكمان خلاه يموت نفسه بالسيف بتاعه وانتصر عليه اخيرا. بس الجنود اليابانيين حصرتهم وكانوا هيخلصوا عليهم، بس بيتدخل السفير الياباني وبيقول لهم ان هو حاكم البلد دي دلوقتي بعد موت الجنرال، وامر الجنود بالانصراف. بس قال السفير احنا لازم نقدم حد للمحاكمه عشان موت الجنرال، والا اليابانيين هيخلصوا على الصينيين كلهم اللي موجودين في البلد ومش هترحم حد. وهنا قرر تشين انه يضحي بنفسه علشان خاطر بلده، وبعد كده بيطلعوا جثة تشين من المكان وينشروا خبر موت تشين اللي قتل الجنرال الياباني. بس بعد شوية بنعرف ان تشين ما ماتش ولا اي حاجة، والسفير ورئيس الشرطة زوروا خبر موته في البلد علشان يحافظوا على حياته، وبيهربوه كمان من البلد باسم تاني وجنسية تانية، حتة كده زي اللي شفناها في فيلم حرب كرموز مع أمير كرارة. وفيلمنا بيخلص لحد هنا. فيلم فاست اوف ليجند انتاج 1994 بطولة النجم جيت لي. لو عجبك الفيلم ادعمنا بلايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد.